المخرج محمد جبر، اهلا بيك معانا في منصه صرمد السعوديه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. موجودين معاك النهارده في في الدوره التاسعه لمهرجان مسرح شرم الشيخ. شايفين ان الدوره دي وشها حلو عليك جدا، يعني ما كسبت معاهم السنه دي، شفت حاجه كبيره من الجمهور، شايف ده ازاي؟ الحمد لله مبسوط جدا بالمشاركه في المهرجان، وان انا بتكرم كافضل شخصيه مسرحيه شابه السنه دي. وطبعا يعني حاجه جميله، وتحس ان في ناس بتشوف مجهودك وشغلك وحاجتك، وخصوصا في مهرجان جميل وكبير زي ده، مهرجان دولي للشباب. فده يعني يحمل صفتين، يعني الشباب والدولي كدول عالميه وعربيه واوروبيه، فحاجه يعني رائعه يعني. شفنا تحيه كبيره جدا من الشباب، بس مش ده بس اللي شفناه جوه، شفنا استاذ سماحه ايوب وكل الفنانين موجودين بيحيوك بشكل كبير جدا. يعني قد ايه الناس دي بيعجبها العروض اللي انت بتعملها وبتقدمها للجمهور، شايف ده بيحملك مسؤوليه اكبر في اللي جاي؟ والله انا اتشرف طبعا بالتحيه الجميله ديت. وطبعا طول الوقت الواحد يعني بيسعى انه يبقى احسن ويبقى يعمل حاجه احلى، فطبعا هي مسؤوليه، وفي المسؤوليه دي موجوده بقالها فتره ومتحملينها، وان شاء الله لسه نتحملها يعني. شفنا انتعاشه كبيره للمسرح المصري الفتره الاخيره، مهرجان المسرح القومي، وشفنا بعدها مسرح التجريبي، واخيرا مهرجان نقابه المهن التمثيليه. المسرح قد ايه شفنا شباب منوره الدنيا، واخيرا وحاجه ثانيه هي رابعه في السنه دي في 24 اللي هو مهرجان شرم الشيخ. شايف الانتعاشه المسرحيه دي بتدي دي فرصه كبيره للشباب ان هم يظهروا ويقولوا احنا موجودين؟ اه طبعا، يعني بدأ يعني رجوع المهرجانات بقوة وتنوعها، وكل مهرجان يحمل شكل وصفة. النهارده بنقدم مهرجان في بقعة رائعة من أرض مصر في شرم الشيخ، مهرجان في مكان أجمل الأماكن، مهرجان سياحي العالم كله، الدول المشاركة كلها بتيجي تشوف مصر بطريقة مختلفة، وبتشوف الفن المصري في مكان مختلف. مهرجان نقابة المهن التمثيلية مهرجان كبير ضخم شبابي، كان بيحمل عنوان مسرح للجمهور، ودي المسج اللي احنا عايزين نبدا نروح لها، وان الجمهور يشتبك مع المسرح بشكل اكبر، ومن قبله المهرجان القومي وغيره يعني. لكن في صناعه بدات تتحرك، ونتمنى انها تكبر وتوصل للتوهج كده الفتره الجايه ان شاء الله. بعين المخرج، شفت ازاي لقطه العروض المصوره في الفتره الاخيره في مهرجان نقابه المهن التمثيليه؟ العروض المصوره دي قد ايه يعني الناس قالت ان الشباب بتوع هذه الدوره محظوظين. يعني ايه عروض مصوره؟ مش فاهم. العروض اللي بتتعرض بتتصور والجمهور يقدر يشوفها اكتر من مره. اه لا، يعني بتتصور وان شاء الله تتعرض تاني، يعني مهرجان هتتعرض ده جديد يعني. اه طبعا. يعني هو بص، هو دائما يعني نقابه المهن التمثيليه الدكتور اشرف زكي الى كل جديد، ده لسه، وان شاء الله كمان يبقى فيه مفاجات اكبر. لكن خلينا النهارده في مهرجاننا اللي احنا يعني موجودين علشانه. اه 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 طبعا طبعا طبعا، لازم اكيد العروض المصوره دي هتخلي العروض تقدر تشوف اكتر من مره، لكن المسرح لايف، اشتباك ما بين الجمهور لكن المسرح المصور طبعا مسرح مهم جدا في ظل كل يعني التقدم اللي موجود دلوقتي والدنيا. فنتمنى ان شاء الله يفضل موجود، وفكره جديده وتكبر اكتر ان شاء الله. كلمه اخيره لكل الشباب اللي شاركوا في هذه الدوره من مهرجان مسرح شرم الشيخ، اللي كسبوا واللي ما كسبوش. انا بشكر مهرجان شرم الشيخ على رعايه الشباب دي كلها، وان شاء الله نتفرج على عروض مهمه في التسابق النهائي في المهرجان، في الدوره نفسها في شرم الشيخ. كل اللي شارك وقدم وعمل في كل فروع المهرجان بتوسعاته الكبيره ديت. بشكر مازن الغرباوي والدكتور انجل بستاوي والمنتج هشام سليمان، وطبعا ست المسرح العربي الاستاذ سماحه ايوب على المهرجان ومتابعتهم وتعبهم. وواضح ان في شباب كتير بتتعب في المهرجان ده عشان يطلع بالشكل اللائق الكبير اللي بيليق باسم مصر دوليا يعني.